السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه النهارده؟ ان شاء الله هنعمله مع بعض في البيت الحجازيه الاسكندراني. ما تنسوش تدعمونا بلايك واشتراك في القناه ونصلي على النبي ونبتدي الطريقه. هنحتاج لمكونات العجينه بتاعه الحجازيه ان شاء الله النهارده 2 كوب دقيق متعدد الاستخدامات اللي هو المج العادي اللي في البيت، و2 كوب دقيق سميد بنفس المج. هنحتاج كوب سمنه على زيت، وهنحتاج نص معلقه ملح. وللخميره هنحتاج 2 معلقة خميرة زائد 2 معلقة سكر، هيتضافوا مع بعض في نص كوباية مية دافية. هنجيب دلوقتي كوباية فيها نص كوباية من المية الدافية، نضيف لها 2 معلقة سكر و2 خميرة، 2 معلقة خميرة بالظبط، ونضيفهم مع بعض ونقلبهم كويس جدا ونركنهم على جنب. هنجيب البولة ونحط فيها نص معلقة من الملح، وبعد كده نبتدي ننخل الدقيق الأبيض الاتنين مج، هننخلهم كويس جدا، ونجيب الدقيق السميد ونحط في نفس المج برضو 2 كوباية وننخلهم على الدقيق الأبيض. هنخلط المكونات الجافة مع بعض، وبعد ما نخلطهم كويس هنجيب السمنة مع الزيت ونبس بيها الدقيق. هنبسها كويس جدا، نشرب الدقيق بالسمنة والزيت. لما يشربوا الدقيق خالص هنكون خمرنا الخميرة. انتوا شايفين حضراتكم دلوقتي كده هي عملت فقاقيع فوق الوش كده، يبقى هي اختمرت الخميرة. هنبتدي بقى نضيفها على الدقيق ونبتدي نقلبها. اول ما نبتدي نقلب الخميرة مع الدقيق هتبتدي تلاقيها ايه بتلم معاكم. هنبتدي بقى ايه نلمها. هتحتاج ربع كوباية برضو من المية للعجن، هنزودها بالتدريج. اول ما تلم معانا العجينة هنغطي وشها بكيس بلاستيك ونسيبها تختبر، ونغطيها بايه بفوطه. دلوقتي بعد ما عجننا العجينه هنسيبها ترتاح لمده ربع ساعه، هنغطيها. وهنجيب دلوقتي المقادير بتاعه الحشوه. هنحتاج كوبايه من دقيق السميد زائد كوبايه سكر نفس المج اللي عايرنا بيه، وكمان معاها 2 معلقه قرفه كبيره زائد معلقه كاكاو خام، وربع كوبايه من الميه عشان نعجن بيها المقادير بتاعه الحشو. طب ما تنسوش برضو تدعمونا بلايك لو وصلتوا معانا لحد كده. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ هنجيب طبق ونحط فيه الدقيق ننخلها كويس. بعد ما ننخل الدقيق هنضيف عليه كوباية من السكر، نقلبهم مع بعض مع 2 معلقة القرفة ومعلقة الكاكاو، يتقلبوا كويس. هنقلبهم كويس جدا. اول ما يبتدوا يتقلبوا مع بعض نبتدي نجيب ربع كوباية من الماء ونقلبها بالتدريج. الطبق ده صغير، بعد اذنكم انا هجيب طبق كبير شويه عشان اعرف اعجن فيه. هضيف الميه بالتدريج لحد ما تبقى عامله زي الرمله المبلوله بالظبط. ودلوقتي رجعنا لكم بعد ما عدى ربع ساعه او تلت ساعه حسب ما وقت العجينه هتختمر كويس جدا. هنبتدي نقسم العجينه لاتنين. هنجيب صينيه وندهنها بالزيت والسمنه كويس جدا والجوانب وكله. هندهنها بفرشه، وهنقوم جايبين العجينه هنقسمها نصين. النص اللي تحت يبقى اكبر شويه عن النص اللي من فوق عشان هنعمل لها ايه حافه من الجناب عشان نحط الحشو متطلعش من بره. هنبتدي نرص العجينه كويس جدا وننزل عليها الحشوه، ونساوي الحشوه برضو فوق وش العجينه الجزء اللي تحت. بعد كده هنركن الصينيه وهنجيب النص التاني، هنجيب كيس مشمع هنفرده وننزل عليه النص التاني من العجينه. الخطوه دي صعبه بس معلش هتيجي معانا برضو. هنحاول وهنعملها ان شاء الله بالتساوي. نبتدي نسويها بايدينا ونعملها ونجيب الصينيه وننزل بالكيس المشمع بالعجينه بالراحه، ونحاول بسرعه نساوي وش العجينه وما نخليش ولا حته من الحشوه ظاهره عشان ما تسودش معانا اثناء التسويه. نساوي الوش كويس. هنجيب شوكه ونبتدي نمشي الشوكه على وش العجينه، هتديها شكل جميل من فوق. اول ما نمشيها بالطول بالعرض كده ونساوي، هنجيب السكينه لازم تتقطع قبل ما تخش الفرن يا جماعه. هنقطعها التقطيعه اللي انت عايزاها. انا حاولت قطعتها زي شكل الحجازيه كده ما بتتباع بره، سمبوكسات كده على شكل سمبوكسات، وقطعناها بالشكل ده. نبتدي بقى ايه نظبط التقطيعه كويس جدا ونداري الحشو اللي طلع، مخليش ولا اي قطعه من الحشو ظاهره تاني. بعد ما قطعناه كويس جدا هنحط مشمع عليها برضو ونسيبها لمده 10 دقايق. واحنا بنعمل الخطوه دي هنفتح الفرن ونسيبه يسخن كويس جدا لمده 10 دقايق. هتكون هي ارتاحت في ال10 دقايق دول.
بعد 10 دقايق هرفع المشمع من على وش الصينيه كويس جدا بقى، واروح الفرن ساخن جدا وادخلها فيه يعني حوالي ربع ساعه تلت ساعه. انت تفتحي الفرن وتتابعي، لو لقيتيها استوت من تحت ومن فوق الوش احمر تبقى كده تمام استوت. لو استوت من تحت والوش بتاعها لسه ما احمرش، افتحي الشوايه على الوش هيحمر. ودي بعد ربع ساعه لما ابتدت تستوي من تحت ومن فوق طلعناها وحطيناها على الرخامه وسيبناها لازم تبرد، مينفعش تقطع وهي سخنه، لازم تبرد. بعد ما تبرد هقطعها واوريها لكم. هنا كده بقى كانت بردت، وهحاول اقطعها لكم بقى ان شاء الله، هتشوفوها حضراتكم واحنا بنقطعها. توسعي بقى ايه التقطيعه اللي احنا قطعناها مع بعض اثناء دخولها الفرن. هنبتدي بقى ايه نعيد تاني عليها بالسكينه زي ما انتم شايفين كده اهي، جميله ومغذيه والاطفال بيحبوها جدا، وبعدين بره مكلفه جدا، انت لما تعمليها في البيت احسن. انا هحاول اطلع لكم قطعه منها واوريها لكم بالهنا والشفا. ما تنسوش تدعمونا بلايك والاشتراك في القناه، وتابعوني على اليوتيوب والفيس واتمنى ان وصفاتي تعجبكم. ولو في اي استفسار او اي طلبات اكتبولي وانا هحاول اعملها لكم ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.